السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي اخواتاتي، تنتمنى انني نلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اولا تنعتذر على الغياب ديالي لظروف شخصية، وتنتمنى انكم يعني تشاهدوا هذا الفيديو اللي غنحط لكم ديال واحد طالب جامعي اللي تيقرا في الجامعة في روسيا، وتيقرا يعني في جامعة من الجامعات المعروفين عالميا اللي هي جامعة تنقيب عن البترول في أعالي البحار. وهذا الشاب هذا كنت يعني كنا في هذه الجامعة هذه كنت تنعرفه يعني ملي كان في أوكرانيا، شاب مكافح، يعني ما فحالوش الحالة المادية ديال العائلة ديالو يعني ما تسمحش لي بأنه يقرأ، ولكن واخا رغم الظروف يعني باغي يوصل. وهذه 3 سنين هذه كنت حطيت لي الفيديو ديالو، وكاينين شي ناس واخا كانت مساعده قليله ولكن الحمد لله قدر انه يتجول في المغرب ويمشي عند الناس المحسنين وكل شيء باش انه يوصل للحلم ديالو انه يمشي لروسيا ويقرا. والحمد لله كان اخر نهار ديال باش تعرفوا الزهر ديالو، يعني المغرب سد الحدود ديالو، مشى اليوم وصل لروسيا الغد سدوا الحدود. عيطت عليه وقلت له واش هذا، قال لي الحمد لله راني في روسيا، يعني مرضي الوالدين. ورغم ذلك داز بظروف صعبه يعني باش توصل تماك، ويلا خلصتي ما عندوش الحق في المنحه الدراسيه، لان هذا الشاب هذا هذه الدراسه اللي تيقرا ما عندهاش اتفاقيه بينه وبين المغرب، مازال ما دخلاش في السيستم ديال انه يعني المنحه ديالو يعني تكون منحه جامعيه، خاصو يخلصها من المال ديالو. وقع عليه يعني الحمد لله داز مع الاولين في يعني الدراسات الاولى ديال اللغه وكل شيء وتقبل. وهذا العام خلص ثاني، حاول انه يهبط للمغرب ويتسلف ويتكلف، هو غادي يتكلم على كل شيء. وصل روسيا، خلص بدا الحمد لله. قالوا لي الا بديتي هذا العام دوزتو يعني جبتي نقاط مزيانه، راه غادي العام الجاي ما غاديش تبقى تخلص المنحه. وقع عليه حادثه اللي هي غادي تشوفوا بعض الصور اللي هي صور صعيبه انك تشوفها، يعني تهرس من يديه، طاح في الدار ديالو، تهرس من الصبع ديالو. وسميتو انتم يعني هذا الشيء اللي تيبان لكم يعني حديدات دايرينهم ليه في الصبع ديالو باش انه يعني يتشافى. كما تشوفوا غادي تشوفوا الصور يعني ديالو. الانسان اللي ما قادش يشوف هذه الصور يحاول انه ما يشوفش، يسمع الصوت ولكن يحاول ما يشوفش هذا. غادي تشوفوا الصور، شوفوا يعني دايرين ليه الحديدات اللي دايرين ليه في اليد. الشاب هو هذا تواصل معايا وطلبني بانني ندير له يعني فيديو، لعل وعسى. هو هذا الشاب يعني مدرسة عسكرية في روسيا، يعني الحمد لله قال وصل وصيفط لي التصاور وهذا، وعندي كل الوثائق ديالو. هو كذلك أي واحد يعاونه كما قال هو، قال لك عاوني لما عاونتونيش بالفلوس، عاونوني غير بالدعاء. وأي واحد قدر يعاونوا غادي يعاونوا. غادي تشوفوا في الفيديو الرقم الهاتف ديالو. إلا ما قدرتوش على الأقل بارطاجيو وديروا لايك، بارطاجيو وديروا لايك. راه ماشي باش انني انا نربح، لان انا كون بغيت نربح غنبقى نواظب على الفيديوهات، ولكن انا هذه الحاله يعني كما عارفيني بانني تنحاول انني نقدم اي حاجه اللي تفيد الجاليه المغربيه في المكانات او الجاليه العربيه. فلهذا تحاولوا تبارطاجيو الفيديو وتحاولوا انكم تسمعوه، لان الفيديو ديالو يعني فيه بزاف. الى الانسان ما عندوش الوقت على الاقل يخلي الفيديو يكون مستعد انه يسمعه وغادي يعاود لكم بالتفصيل كيفاش يعني المشكل ديالو وكيفاش انه يعني خاصه اللي يساعده. فلهذا تنتمنوا انكم ما تبخلوش على هذا الاخ يعني بالمساعده ديالكم، وشكرا لكم. السلام عليكم اخوان، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان؟ انا غنبسطوكم معنا شويه، وكنشكر السي خالد اللي ديما واقف معنا وديما يعني ماد لينا الايد ديالو باش نقدروا زعما نبارطاجيو المشكل او المشاكل اللي تيواجهونا. الوغ يعني بخلاصه يعني بعجاله، انا هو الطالب اللي كندرس في روسيا هندسه النفط والغاز. كنت اصلا في القناه ديال السي خالد يعني اللي قبل تقريبا 2 سنين، ملي كنت محتاج يعني المساعده في الديبار قبل ما ندير لانسكريبسيون هنايا. والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى والقناه ديال السي خالد والناس الله يجازيهم بخير في هذه القناه وقفوا معنا، وتمكنت الحمد لله يعني نجي لروسيا. وقت السنه التحضيريه ديالي
اللي كنقراو فيها تقريبا اللغه والاساسيات يعني ديال الدراسه ديالي. بخير الحمد لله بعد التفوق ديالي واني حصلت على احسن طالب اجنبي تمكنت انني ندخل الولوج يعني الكليه ديال النفط والغاز وبديت في السنه الاولى ديالي. المشكل ديالي اللي عارفين الناس من قبل انا غنعاود نقولو ملي جيت انا لروسيا العام الاول يعني كنت خلصت يعني بهدف انني نحصل على المنحه. الوغ ملي دفعت المنحه ديال روسيا هنايا كيف ما كيدفعوا على الباقي ديال الشباب، لقيت المشكل ديال انه هاد لا سبيسياليتي ديال لا جيني بترولي انها باقا ما عندناش حنا في الدراسات العليا. يعني ما يمكنش اصلا ندفع المنحه لواحد الدراسه اللي باقا حنا ما بداتش عندنا حنا حتى في المغرب. كيف ما كيعرف السي خالد اني بديت هذا المشوار هذا وما قدرتش نرجع منه، وكلت على الله وقلت معليش. وحاولت بعد البحث الكبير ومساعدة السي خالد انني نكمل. ملي راسلت الجامعه ديالي والمسؤولين اللي هنا قالوا لي انه راه ممكن انك تاخذ المنحه اللي كتعطيها الجامعه، المساعده اللي كتعطيها الجامعه، ولكن خاص يكون عندك الدفع ديال السنه الاولى. يعني خاصة ندفع السنه الاولى يعني ندفع الرسوم ونقرا السمستر الاولى والثانيه ونحصل على نقاط جيده. في هذه الحاله هذه ممكن ان الجامعه كاين جوج الحالات، يا يعطوك منحه شامله او يعني ينقصوا لك من المبلغ المالي. يعني ملي غينقصوا يعني غتكون المقدره انك تخلص. علما كيف ما تعرف السي خالد كيف ما بغيت نقول لهاد الناس يعني كنعول على راسي. يعني الحمد لله عطاني الله واحد الخدمه يعني واحد الحرفه ديال انني كنقدر نطيب، كنمشي كنخدم في لي ريستورون ولا يعني كنتقاتل على راسي. يعني ما عنديش واحد شي صيفط ليا ولا شي حاجه، وهذا ماشي عيب. الواحد اللي بغى يتقاتل على الحلم ديالو حتى يوصل له. بديت السنه ديالي يعني بالهدف انني ندرس ونشتغل كيف السنه اللي فاتت، ولكن الفرق اللي كاين هاد السنه هادي هو انه الوقت ما كاينش. وحتى السيستم ايدوكاتيف اللي كنقراو به حنايا في هاد الجامعه بالخصوص اللي كتعتبر هي اول جامعه تقنيه يعني دات لها الله سبحانه وتعالى، اضطرت ان الجامعه تتصل بي يعني المكتب الهجره تيقول لك انه خصك تخلص. حنا ساينين دي كونطرا نورمالمون خص اخر اجل هو لو 19 جونفي، هما اتصلوا بيا حتى لو 8 فيفري. ملي مشيت عندهم حاولت نلقى معاهم واحد الحل، هو انه نبدا نخلص يعني بلي طريف يعني داكشي مجزء قسما بالله. يعني غير خديت سلاف من واحد الشخص اللي مبلغ تقريبا ديال 4000 درهم اللي تكافئ هنايا 30000 روبل، لأن المبلغ الإجمالي اللي تندفعو حنا في كل سمستر هو 130000 روبل بالروسية، اللي تيعطينا تقريبا ما يقارب الحد الآن على حسب الصرف ديال دابا 1800 أورو. الصرف القديم كانت 2300. وبالنسبة لهاد المبالغ اللي تنقول يعني عندي لي غوشي كاملين. فبعد أسبوعين عاود اتصلوا بيا البارح يعني ضروري انك خصك تخلص، لانه لما ما تقدرش تخلص غادي خصنا نوقفوا الكونطرا، وبهذا ولا عندك مشكل اخر هو انك ما تقدرش تكمل. يعني اتصلت بسي خالد الله يجازيه بخير والناس اخرين كنحاول اني نجمع هاد لاصوم هادي. انا راه ما كنطلبش ولا زعما كان كيفاش نقول حنا سعايه ولا فقط بغيت غير نقرا. كاين واحد الفئه ولا مجموعه من الناس يقول لك واه الواحد الا يعني الظروف ديالو غتكون بحال هاد الشكل هذا ما عندولاش اصلا يقرا. الا مشينا بهذه الطريقه حتى واحد فينا ديما حنا يعني هاد الناس اللي تيتحاربوا ما عمرهم غيوصلوا شي حاجه كبيره. مثلا تقاتل المشكل القرايه اللي تيكون عند بزاف الناس انا ما عنديش، نحاول نتقاتل على راسي. انا المشكل الوحيد اللي عندي هو خصني نخلص هاد لاسومستر هادي. تقدر فيها اخرى تقول لك انت مثلا الا خلصتي هاد السمستر العام الجاي غيوقع لك نفس المشكل. كنقدروا نقولوا لا، مع انه هاد الناس هادو ملي تهضرت معاهم الحمد لله يعني سولوك حتى قريتي مزيان قال لي غير بالسمستر الاول والثاني يكون عندك دي بون نوت الجامعه غتلقى معك حل يعني ما غاديش يكون هذا المشكل هذا. وانا ان شاء الله كنتسنى غير يدي تبرا لي ان شاء الله، وغادي نتقاتل ونخدم ونجمع من هنا ومن هنا تنكمل تنوصل لداكشي اللي بغيت. يعني بقات لي غير واحد الدفيعه صغيره ما يمكنش نجي في الاخر وغادي نرجع للور. نقطه اخرى اللي بغيت نبينها ان اي حاجه قلتها عندي عليها كاع الوثائق كلها. يعني حتى اللي ساعدني حتى اللي صيفط ليا تنقول لك انا عندي الوثائق ماشي ديال هاد السنه ولا الشهر اللي فات، ديال 3 كامله. يعني عندي البروسيدور كامله من الاول حتى الاخر. علما ان اصلا بديت الدراسات ديالي في المغرب وعندي ديبلوم ديال لا جيني ميكانيكي برودكتيف، كنت خدمت 3 في المغرب. يعني هاد اللي بغيت نوصل وكو هاد المعلومات كامله اللي تنقول كلها عندي عليها الشواهد وعندي عليها الدلائل. اللي تنطلب منكم الله يجازيكم بخير اللي يقدر يتساعد معنا باش نقدر ندفع هذا المبلغ هذا، لانه المشكل دابا في الدفع خصنا نرجع القبل، لان المبلغ الاجمالي هو 1800 اورو حاليا الصرف الحالي ولا شي حاجه. وهذا ماشي عيب. الواحد اللي بغى يتقاتل على الحلم ديالو حتى يوصل له.
بديت السنه ديالي يعني بالهدف انني ندرس ونشتغل كيف السنه اللي فاتت، ولكن الفرق اللي كاين هاد السنه هادي هو انه الوقت ما كاينش، وحتى السيستم ادوكاتيف اللي كنقراو به حنايا في هاد الجامعه بالخصوص اللي كتعتبر هي اول جامعه تقنيه يعني دات لا فونداسيون ديالها هنايا في روسيا من 1773، جامعه التعدين ديال سان بيترسبورغ الحكوميه. يعني السيستم ديالهم شويه قاصح، يعني ما كيبقالش الوقت اصلا انت باش انك تشتغل يعني واحد الوقت كبير باش تقدر يعني تحصل هذا المبلغ هذا باش تخلص، لانه اللي استطعت انه نخلص السيمستر الاولى. يعني الشغل اللي كنت كنشتغل يعني غير باش انك توفر الاكل والشرب والسكن. دوزنا السيمستر الاولى الحمد لله ما كانش عندي فيها اللي غتخباش. دخلنا السيمستر الثاني حاولت نبحث يعني من شهور وشهور تنقلب وتيقلب معايا السي خالد والناس اخرين الله يجازيهم بخير، يعني ما استطعتش. حتى الفيفري كنت يلا بغيت نتواصل مع الجامعه، جاني واحد المشكل انه عندي الكسر في الايد ديالي، كنت درت عمليه. انا غير كنحاول نشرح يعني لا سوسياسيون، انا ماشي كنتشكى ولا نشكو الله سبحانه وتعالى. اضطريت ان الجامعه تتصل بي يعني المكتب الهجره تيقول لك انه خصك تخلص، حنا ساينين دي كونطرا نورمالمون خص اخر اجل هو لو 19 جونفي، هما اتصلوا بيا حتى لو 8 فيفري. ملي مشيت عندهم حاولت نلقى معاهم واحد الحل، هو انهم نبدا نخلص يعني بلي طريف يعني داكشي مجزء. قسما بالله يعني غير خديت 3000 من واحد الشخص اللي مبلغ تقريبا ديال 4000 درهم اللي تيكافئ هنايا 30000 روبل، لأن المبلغ الإجمالي اللي تندفعو حنا في كل سيمستر هو 130000 روبل بالروسية، اللي تيعطينا تقريبا ما يقارب الحد الآن على حسب الصرف ديال دابا 1800 أورو. الصرف القديم كانت 2300. وبالنسبة لهاد المبالغ اللي تنقول يعني عندي لي غوشي كاملين. فبعد أسبوعين عاود اتصلوا بيا البارح قالوا لي ضروري انك خصك تخلص، لانه الا ما تقدرش تخلص غادي خصنا نوقفوا الكونطرا، وبهذا ولا عندك مشكل اخر هو انك ما تقدرش تكمل. هذا اتصل بسي خالد الله يجازيه بخير والناس اخرين، كنحاول اني نجمع هاد لاصوم هادي. انا راه ما كنطلبش ولا زعما كيفاش نقول في نسعايه ولا فقط بغيت غير نقرا. تقدر فيها اخرى تقول لك انت مثلا الا خلصتي هاد السيمستر العام الجاي غيوقع لك نفس المشكل. كنقدروا نقولوا لا، مع انه هاد الناس هادو ملي هضرت معاهم الحمد لله يعني سولو حتى قريتي مزيان قال لي غير بالسيمستر الاول والثاني يكون عندك دي بون نوت الجامعه غتلقى معك حل، يعني ما غاديش يكون هاد المشكل هذا. وانا ان شاء الله كنت نتسنى غير يدي تبرا لي ان شاء الله، وغادي نتقاتل ونخدم ونجمع من هنا ومن هنا تنكمل تنوصل لداكشي اللي بغيت. يعني بقات لي غير واحد الدفيعه صغيره ما يمكنش نجي في الاخر وغادي نرجع للور. نقطه اخرى اللي بغيت نبينها ان اي حاجه قلتها عندي عليها كاع الوثائق كلها، يعني حتى اللي ساعدني حتى اللي صيفط ليا تنقول لك انا عندي الوثائق ماشي ديال هاد السنه ولا الشهر اللي فات، ديال 3 كامله، يعني ديال البروسيدور كامله من الاول حتى الاخر. هاد اللي بغيت نوصل هو كو هاد المعلومات كامله اللي تنقول كلها عندي عليها الشواهد وعندي عليها الدلائل. اللي تنطلب منكم الله يجازيكم بخير اللي يقدر يتساعد معنا باش نقدر ندفع هذا المبلغ هذا، لانه المشكل دابا في الدفع خصنا نرجع القبل، لان المبلغ الاجمالي هو 1800 اورو. المشكل هو انا ما عنديش الوقت بزاف، لانه ما يمكنش يعتبروك انت واحد الكا اكسبسيونيل كتقرا معاك السميه ديال لي زيجمون اترونجير كلشي كيخلص واحد ما غاش يديروا معاك الفرق. انا كنقول لك بغيت نوصل لكم زعما اللي يعني الحمد لله يعني اللي مخليهم انهم شويه كيمشيو معايا في الامور بشويه وتيقدروا هو الدراسه والسلوك ديالي. الله يجازيكم بخير. انا كنشوف يعني الفيديوهات ديال السي خالد توصلت ل 10 20 الى غير 100 واحد ولا 100 ناس تعاونوا معنا غير 10 20 اورو ممكن نفك هذه المشكله. وانا كنعاود نقولها اي واحد بغى يسول على شي حاجه قبل ما يدير معايا حتى حاجه يسولني اي سؤال انا يعني واجد له، نعطيه الوثائق نعطيه كل شيء يشوف بعينيه. يسر الله وقدرنا زعما حنا الخوت كاملين نخلصوا هذا المبلغ هذا، راه اي تشيك خلص به راه يعني غنعطي السي خالد وغادي يحط. نتمنى من الله باش يجي واحد النهار نعاودو نصاوب واحد الفيديو اخر نقولوا ان راه مابقاش عندنا المشكل وكل شيء راه بخير. كنبغي يعني نشكر الناس اللي كانوا وقفوا معايا في الاول، كنشكرهم بزاف. كنشكر السي خالد الله يجازيه بخير ديما فاتح لنا الابواب ديالو. يعني هاد السيد ثاق فيا، يعني هاد السيد راه هضرت معاه باقي حتى ما دفعتش لهاد اليونيفرسيتي وثاق فيا، والحمد لله يعني كاع ديك لي زوبجيكتيف اللي كنا مسطرينهم الحمد لله انا غادي فيهم. حتى اللي بغى زعما يعرف انا ما عنديش مشكل، نقدر نعطيك حتى لي سكرين ديال لي بروف ديال كيفاش كيتعامل معايا لي بروف، شنو هما الحوايج اللي تندير نعطيهم يعني حتى لو مود باس ديال الكونت ديال اليونيفرسيتي يشوفوا لي نوت يشوفوا كلشي. كنطلب حاجه واحده ديروا معنا ايد في ايد
باش نقدر ان شاء الله يعني ننقز هاد الخطوه هادي. الا بديت في هاد الطريق راه ما غنرجعش فيها. والله يجازيكم بخير. حتى لما ما يقدرش واحد يعاود يدعي معانا الدعاء، يعني حيت كاين في المره السابقه كاين بعض الناس اللي كيجرحوك بواحد الكلام ما يعني واحد يعني كيحز في النفس ديالو انه يسمع بحال هذا الكلام. انا عارف الواحد ملي كتكون في الاول كتقاتل قليل الناس اللي كتامن بك، ولكن ملي كتوصل كلشي غادي يفرح لك. حنا ان شاء الله بغينا كلشي ان شاء الله يفرح لينا. الله يجازيكم بخير، وسمحوا لي الا طولت عليكم بزاف. ما قدرتش يعني غادي نبين وجهي مباشره، كتعرفوني كيف ما بغى يكون الحال كتصعب على الواحد انه كرامته والكبرياء ديالو وكيف تنقولوا حنا ماء الوجه شي قاصح، بالرغم ان راه ماشي ندير شي حاجه خايبه، بالعكس. يعني راه ماشي كتقول لا انا بغيت انا ما كنهضرش لا على ماكله لا شراب لا حتى حاجه، حاول باغي نتقاتل باش نوصل. حيت هادشي اللي فيه انا ما قليل الناس. واحد المعلومه بعد، حنا جوج المغاربه اللي تقراو في هاد اليونيفرسيتي هادي تقراو لا جيني بترولي، يعني ماشي شي حاجه اللي صغيره. راه اي واحد فيكم يدخل مثلا غير جوجل يدير مثلا ليكسبلوطاسيون ديفلوبمون ديال لي شون بيتروغازي اوف شور، يعني اللي كنهضروا في البحر، غادي يشوف يعني غادي يفهم يعني القيمه والقدر ديال هادشي. راه ما تخيلوش يعني شحال صعيب عليا الامر انه باش نجي ندير فيديو بحال هادي ونتكلم فيها. الله يجازيكم بخير، شكرا بزاف. غادي نعطي النيميرو ديالي ديال روسيا للسي خالد يحطها في الفيديو، اللي يقدر يتواصل معنا باسرع وقت ممكن. الله يرحم لكم الوالدين. انا راه ما تنقولش، راه مقدر الظروف ديال كل واحد، وكل ما عنده حاجه عنده جوج. فتنتمنى ان شاء الله يكون تفاعل مع هذا الفيديو هذا اللي قدر يساندنا. الله يجازيكم بخير، واللي ما قدرش يدعي معنا الله يجازيكم بخير، وشكرا بزاف. الله يرحم الوالدين. انا كنثق في المغاربه يعني ناس ديال العطاء، وتيفرحوا لوليداتهم لا كانوا غاديين في واحد الطريق مزيانه وبغاو يوصلوا. ميرسي بوكو بزاف، وشكرا شكرا شكرا بزاف السي خالد، وشكرا الناس اللي كانوا وقفوا معايا قبل. الله يرحم الوالدين. ميرسي بوكو.